السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل سألت نفسك يوما لماذا يفشل معظم الناس في تحقيق أهدافهم وتغيير حياتهم للأفضل؟ لماذا نرى الكثيرين يبدأون بحماس كبير ثم يتراجعون ويستسلمون؟ اليوم سنكتشف معا السبب الحقيقي وراء فشل 90% من الناس في إحداث تغيير حقيقي في حياتهم، وسأشارككم الحل العملي لهذه المشكلة. دعونا نبدأ بقصة واقعية. أحمد شاب في الثلاثينات قرر أن يغير حياته ويبدأ مشروعه الخاص. كان متحمسا جدا في البداية، اشترى الكتب، سجل في الدورات، وضع خطة عمل، لكن بعد شهرين فقط عاد لوظيفته القديمة وتخلى عن حلمه. ما الذي حدث؟ المشكلة ليست في نقص المعرفة أو الموارد. المشكلة الحقيقية تكمن في 3 عوامل رئيسية. أولا، التركيز على النتائج السريعة بدل العملية نفسها. معظم الناس يريدون النجاح فورا، لكن التغيير الحقيقي يحتاج وقتا وصبرا. ثانيا، عدم وجود نظام دعم قوي. الإنسان كائن اجتماعي ونحتاج لمن يشجعنا ويدعمنا في رحلة التغيير. ثالثا، وهو الأهم، عدم تغيير العقلية والمعتقدات القديمة. كثيرون يحاولون تغيير سلوكياتهم دون تغيير طريقة تفكيرهم. والآن دعوني أشارككم الحل. الحل يبدأ بفهم أن التغيير رحلة وليس حدثا. عليك أن تركز على تطوير عادات صغيرة يومية بدل محاولة تغيير كل شيء دفعة واحدة. خذ على سبيل المثال موضوع اللياقة البدنية. بدل أن تقرر ممارسة الرياضة 2 ساعات يوميا، ابدأ ب5 دقائق فقط. نعم، 5 دقائق. المهم هو الاستمرارية وليس الكمية في البداية. النقطة الثانية هي بناء بيئة داعمة. ابحث عن أشخاص يشاركونك نفس الأهداف والتطلعات. انضم لمجموعات داعمة، شارك تجربتك مع الآخرين. أما النقطة الثالثة والأهم فهي العمل على تغيير معتقداتك وطريقة تفكيرك. كيف ترى نفسك؟ ما هي القصص التي تخبر نفسك بها؟ هنا تمرين بسيط يمكنك البدء به. اكتب كل صباح 3 أشياء تريد تحقيقها، وتخيل نفسك وقد حققتها بالفعل. هذا التمرين البسيط سيساعد عقلك على تقبل التغيير بشكل تدريجي. تذكر دائما، الفشل ليس نهاية الطريق، بل هو جزء من رحلة النجاح. كل شخص ناجح تعرض للفشل مرات عديدة قبل أن يصل لهدفه. وأخيرا، دعني أشارككم سرا صغيرا. التغيير الحقيقي يبدأ عندما تتوقف عن محاولة إرضاء الآخرين وتبدأ في العمل على تحقيق ما يسعدك أنت. إذا أعجبك هذا المحتوى، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. شاركنا تجربتك في التعليقات. ما هو أكبر تحد واجهته في رحلة التغيير؟ شكرا لمشاهدتكم. نلتقي في الفيديو القادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.